جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هيكون اسئله واجوبه بناء على طلباتكم ورغباتكم. كتير قوي بيكتب لي في الكومنتات تعملي اسئله واجوبه، لان انت بقالك كتير قوي ما عملتيش اسئله واجوبه. وكمان انا اصلا حسيت ان انا بقالي كتير قوي ما عملتش اسئله واجوبه. انا دلوقتي غيرت لكم الخلفيه، قعدت في البلكونه لان البلكونه عندنا ستاير، يعني لان الجو شمس النهارده وجميل جدا. فخلينا عشان ما اطولش عليكم، انتوا جداد اول مره تشوفوني ما تنسوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو زي الزرار ده او زي الزرار ده، واعملوا لايك للفيديو واعملوا شير لاصدقائكم للفيديو ده. وكمان يعني انا اسفه بجد لان انا مش هاخد كل التعليقات، لان بجد شكرا بجد لكل واحد كتب كومنت. بجد الفانز كلهم كتبوا كومنتات جميله جدا. شكرا لحسن استماعكم للفيديو، شكرا لحسن كتابه تعليقاتكم، شكرا لكل حاجه. بس انا مش هاخد معظم التعليقات، لان انا هختار عشوائي، يعني اي سؤال هجيبه هختار عشوائي، والسؤال اللي متعاد مرتين مش هاخده. فخلينا نبدا بالفيديو عشان ما اطولش عليكم اكتر. السؤال اللي انا هقوله هيظهر هنا او في النص يعني. ذا بيست فريند بتقول ممكن تعملي جوله في بيتك؟ مش عارفه، بس باذن الله هعمل لكم. لو لقيت فيه تفاعل كتير ان انا اعمل جوله هعمل جوله. عبده بيقول انا بحبك قوي، ممكن رقمك وسؤال اسمك ايه بالكامل. انا اسفه ما بديش رقمي لحد، يعني انتوا فانز، بس انا مش بحب ان انا ادي رقمي. في ناس كتير قوي بتطلب مني الموضوع ده، بس انا اسفه جدا رقمي لا. وانا اسمي بالكامل، انا اسمي روان ابراهيم عبد الهادي احمد محمد، وده انا قلته في الفيديو اللي فات بتاع الاسئله والاجوبه. حسين بيقول هسأل سؤال تاني عايزاكي تجاوبيني بليز. انت من فين؟ انا من مصر، بس مش من مصر تحديدا، انا من المنصوره، شربين حي سلام، هما ده مع العنوان بتاعي. كريم بيقول يا روان انت في مدرسه ايه؟ مدرسه حكومه ولا مدرسه خصوصيه وساكنه فين؟ لا انا في مدرسه حكومه، ودي حاجه انا عادي جدا، لان المدرسه بتاعتي الحكومه قريبه من البيت بتاعي، فانا مش عايزه اروح لمكان بعيد، لان المدارس الخصوصيه بتبقى بعيد. وساكنه فين؟ انا قلت السؤال. روان بتقولي انت ساكنه فين، ويا رب تجاوبي على سؤالي بحبك. انا برضو جاوبت على السؤال ده. لوجي السؤال انت منين ومين بيصورك دلوقتي؟ ماما اللي بتصورني وهي اللي بتصورني دلوقتي. اتمنى ان تعليقي يطلع بحبك، واتمنى تقولي اسمي لوجي بحبك قوي. اهلا يا لوجي، ازيك؟ مريم بتقولي روان انت منين؟ جاوبت على السؤال ده يا مريم. روان والنبي قولي الكومنت ولو بتحبي قناتك ومامتك، وحياة مامتك تدعميني، انا بحلفك. خلاص يا مريم، كلكم يا جماعه تشتركوا في قناه مريم دي، روحوا اشتركوا فيها. عملت لك ده. اسيل بتقولي انا اسيل، سؤالي هو انت منين، وفي يوم ممكن تيجي بني سويف في الشرق ولا لا؟ اجي بني سويف ان شاء الله، هزور البلدان كلها باذن الله، وازور كل واحد عايز ان انا ازوره، لان كمان لما نوصل 10,000 هيبقى في سربرايز كتير جدا وكلكم هتحبوها باذن الله. بيقول لي روان انت عندك صفحه على الفيسبوك؟ ايوه عندي صفحه على الفيسبوك، هي ده اسمي وصوره الاكونت بتاعي او البروفايل زي ما انتم بتحبوا. شروق بركات يا شروق الاسئله عندك اخوات واسمهم ايه؟ عندي احمد وزياد، احمد في تانية ثانويه عام، وزياد في ثالثه اعدادي. وهم ممكن يظهروا معاكي في القناه. بصراحه انا بحبهم ان هم يظهروا معايا في القناه، بس هم مش بيحبوا ان هم يظهروا معايا في القناه. انا في الفيديو ده بتاع تسنيم زياد انا عملت فيه مقلب، بس صوته بس اللي كان باين، فشكله ما كانش باين لان هم مش بيحبوا ان هم يطلعوا معاكي في القناه. وانتي ساكنه في محافظه ايه؟ انا ساكنه في محافظه الدقهليه. وعندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. وعيد ميلادك يوم ايه؟ عيد ميلادي يوم كام يا ماما؟ 11/4 شهر 4. يوم ايه؟ وبتشجعي الاهلي ولا الزمالك؟ معلش كترت الاسئله، بس بحبك جدا يا احلى قناه، ربنا يخليك يا شروق. لا انا بشجع الاهلي طبعا. حبيبه ناصر دي مش بتسال، حبيبه ناصر مش بتسال، بس هي قالت كومنت حلو قوي وعجبني جدا جدا جدا، ربنا يخليكي يا حبيبه. بتقول انت مش محتاجه تذوق الحلويات، كفايه ان انت حلويايه وانا بحبك. روان هاي، انا اسمي روان، ممكن اعرف انت في الصف الكام؟ بليز طلعي الكومنت بتاعها. انا في الصف الخامس، 5 اول. ريماس
بتقولي انت كل فيديو بتعمليه بيبقى حلو. السؤال بتاعي هو انت اكتر اكله بتحبيها هي ايه؟ انا بحب الكوردون بلو وبحب المكرونه بالبشاميل وبحب المحشي، بس اكتر اكله من دول المحشي، بعدين المكرونه بالبشاميل، بعدين الكوردون بلو. وانا بختار اسئله عشوائيه خالص، انا بجيب السؤال وبختاره على طول. احمد بيقول لي يا روان انا عندي كام سؤال. الاول انت من اي محافظه؟ محافظه القاهره زي ما انا قلت لكم. الثاني انت عندك اخوات بنات؟ نو مش عندي اخوات بنات صبيان بس. اتمنى ان كان ليا اخت. لما انا فتحت القناه حسيت بقى ان لما انا فتحت القناه حسيت ان البنات اللي بيدعموني، البنات اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه كلهم اخواتي، وانتوا كلكم اخواتي. حسين بيقول لي برضو هسأل سؤال يا رب تجاوبي. انت عندك كام سنة؟ قلته. وامتى فتحتي اليوتيوب قناة ألعاب أطفال؟ بتقولي سؤالي هو انت مامتك وباباكي عندهم كام سنة واسمهم ايه؟ أنا بابا عنده 42 وماما 35 واسمهم بصراحة متوترة أقول اسم مامتي فبلاش إن أنا أقول اسم ماما بعيدا، بس أنا ممكن أقول اسم بابا. اسم بابا هو إبراهيم لكن ماما بلاش. سعدة بتقولي هي ليه مامتك مش بتطلع معاكي؟ بابا رافض الحكاية دي وإخواتي كمان رافضين، بس إن شاء الله في الأيام الجاية تبقى فيها مفاجآت بإذن الله. محمد البهوتي محمد بيقولي اعملي لو خيروك ومقلب في مامتك. أعمل لو خيروك أوكي. ايه رأيكم الفيديو الجاي يبقى لو خيروك، وانتوا تكتبوا لي في الكومنتات لو خيروك. واعمل مقلب في مامتي. بصراحه بحاول ان انا في كذا مقلب صورته في ماما على بس مش على القناه، يعني صورته وفشل وبمسحه. يعني في فيديوهات كتير قوي اتصورت واتمسحت، وكمان في فيديوهات فشلت، فالمقالب كلها ما بعرفش اعملها، وكمان ماما هي اللي قاعده يبقى اعمل مقالب ازاي. ساره بتقولي ايه اسم البرنامج المونتاج اللي بتستعمليه يا روان؟ اسم برنامج المونتاج هو ده، اسمه كاماستر وده صور. هشوف بقى انا زي ما انتم شايفين بختار الاسئله عشوائيا، لما بلاقي سؤال عجبني وما عدتوش كذا مره بروح عاملاه على طول، لكن دي اسئله اهي. احمد المصري بيقول لي سؤال هو ممكن في يوم تزور الاسكندريه؟ بصراحه انا كل خالات ماما في الاسكندريه عايشين في الاسكندريه، وانا ساعات بروح لهم بس بقالي زمن ما رحت لهمش. مامتي تيتا الله يرحمها كانت عايشه في الاسكندريه، واخوال مامتي عايشين في الاسكندريه، كلهم عايشين في الاسكندريه قرايب ماما، بس احنا كنا بنروح والوقت بقالنا مش عارفه كام كده ما رحناش، بس ان شاء الله هروح الاسكندريه وازور الاسكندريه وازور كل الناس اللي عايزه ان انا ازور البلد بتاعتهم باذن الله. فخلينا نروح على السؤال اللي بعده. سمية بتقولي عمرك في الامتحان رسبتي وبحبك واتمنى تاخدي سؤالي؟ لا الحمد لله احنا لسه جايين يعني، وانا داخلين يعني على المدارس. لا انا عمري الحمد لله عمري ما رسبت ابدا في الامتحانات، عمري وكمان الناس اللي كانت بتسأل يا روان طلعي نتيجتك ليه مش بتطلعي نتيجتك؟ لا خالص، انا نتيجتي انا لما رحت جبتها انا وبابا قالوا لي ان انت طالعه الاولى بجد كانت فرحتي، طالعه الاولى على المدرسه كانت فرحتي، مش عارفه كانت فرحتي كانت ازاي بس فرحت جدا. وبصراحه نسيت ان انا اطلعها، يعني ان شاء الله هبقى اطلع عليكم قوي. صلاح عوض يقول لي ده مش سؤال برضو اهو، انت مش عسل بس انت مليون عسل، ربنا يخليك يا صلاح، ربنا بجد يخليك. شوف بقى اهو زي ما انتم شايفين. ناديل بتقولي انت منين يا روان؟ تحياتي من الامارات. تقدر تسلم في الامارات كلكم، كل اللي متابعيني من الامارات على عيني وعلى راسي. يا نادين انا جاوبت على السؤال ده بس اجاوبك برضو مره تانية. انا من مصر المنصوره شربين. انا ليه ملخبطه كده؟ هي حي السلام نقولها شربين حي السلام. لولا سوري. هو ليه الاشتراكات بتاعتك رجعت مش كانوا 10,000؟ لا انا المشتركين بتاعي ما كانوش 10,000، انا لسه هوصل 10,000، انا 8,000 لسه هوصل باذن الله يا رب اوصل 10,000. امنيه حياتي بجد ان انا اوصل 10,000، امنيه حياتي، انا مش عارفه انا هعمل ايه. بتقولي سؤال انت صبغه شعرك؟ عادي انا صبغه شعري. الصوره كانت على الكوميونتي روحي شوفيها، والصوره لو انت عايزه تشوفيها ملك على الكوميونتي روحي شوفيها اول منتدى روحي شوفيها. كنت صبغه شعري كله وكان الحته الاخيره بس هي اللي اشقر لونه. انا اصلا اساسا شعري مش لونه اسمر، انا شعري بني وبيبقى في الشمس زي مصفر كده. واذا جينا بصراحه مش فاهمه الاسم بيكتبي لي في الكومنتات. ايه اكتر اكل ما بتحبوش؟ ما بحبش الكوسه، وكمان ما بحبش البيض بالخضار، وكمان يعني في اكل كده مش بحب ان انا اكله خالص.
اللي بعده عندك انستجرام. ايوه فعلا عندي انستجرام. تشوف السؤال مين اللي جنبه. يوما محمد. ايوه انا عندي انستجرام، ده اسمي وده صورة البروفايل بتاعي. ممكن جنى جوجو بتقولي ممكن تعملي فيديو اسئله واجوبه. ده فيديو الاسئله واجوبه يا جنى. اول سؤال ده سألة اسئله كتير جدا بس هجاوب عليهم كلهم عشان ما تزعليش يا جوجو. تعملي فيديو اسئله واجوبه. ده الاسئله واجوبه يا جوجو. اول سؤال، انت عندك كام سنه؟ 10 سنين. انت ساكنه فين؟ جاوبت على السؤال ده. انت في سنه كام؟ جاوبت على السؤال ده. رابع سؤال، انت بتحبي مين اكتر، مامتك ولا باباكي؟ الاثنين، ما بفرقش حد عن حد. ماما 100% وبابا 100% كمان. تاني سؤال انت جاوبت. رابع سؤال ماشي. خامس سؤال، انت عندك اخوات بنات؟ لا. سادس سؤال، انت اكتر اكله انت بتحبيها؟ قلنا الكوردون بلو والمحشي والمكرونه بالبشاميل. سادس سؤال. سابع سؤال، ايه اكتر نوع شيبسي انت بتحبيه؟ بحب تايجر اكتر نوع شيبسي. شوكولاته انت بتحبيه؟ بحب الجالاكسي. التاسع سؤال، هي مدرستك حكومه ولا لغات؟ لا مدرستي حكومه. 10 سؤال، ايه اكتر مكان انك انت بتحبي تروحيه مع مامتك وباباكي؟ اكتر مكان بحبه المطاعم بحب اروح المطاعم مع ماما وبابا، وبحب كمان ان احنا نروح مكان كده. الاسئله بتاعتنا النهارده، اتمنى ان الفيديو عجبكم. لو حبيتوه لو حبيتوه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وبس. وكنت بصراحه اتمنى ان انا اجاوب على كل الاسئله بتاعتكم، بس والله الاسئله كتير. وكمان الموبايل الكاميرا خلاص هتفصل شحن، الموبايل بتاعي يفصل شحن. فعشان كده حاولت ان انا اسرع في الفيديو بتاعي، وممكن ان انا اعمل جزء تاني لاسئله واجوبه. وبس، وباي باي.